لكل ست بيت لسه ما خلصتش الشقة. لا ما ينفعش كده، يلا بقى قومي كده تنشطي معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. النهاردة بقى يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الغدا. هنعمل غدا سهل وبسيط ومش هياخد معاكي وقت خالص، وعايزة اقول لكم ان هو بجد ببواقي التلاجة. تمام. والنهاردة هنفرش بقى يا بنات الاوض. هاخد اوضه بس، فطبعا انا مش عايزه اطول الفيديو عليكم، هو الفيديو قصير جدا عشان ما تزهقوش. فالمونتاج بقى بصوا كله كده على السريع، احط الملايه الاقي السرير اتفرش كده على طول. مفيش اسهل من كده. حطي لايك للفيديو، واهلا وسهلا بكل حبايبي الجداد اللي نوروني بجد وبيدعموني وبيكتبوا لي كومنت قمر كده شبههم. بجد اهلا وسهلا، ربنا يخليكم ليا يا رب. دخلت يا بنات على الاوضه دي اوضه من اوضه الولاد. طبعا احنا كنا بقى ايه منضفينها تنظيف عميق وزي الفل، ما فيهاش اي حاجه خالص، يا دوب كده هديها تلميعه. وفرشت السراير، فرشت بقى، شلت الدفايات خلاص. الجو يا بنات ابتدى يحرر شويه كده عندنا في اسكندريه. فشلت الدفايات. هم بيتغطوا ببطاطين، ولكن قالوا لي ايه الولاد، قالوا لي لا شيلي يا ماما ايه الدفايات. وعلقت الستاره واديت بقى ايه الخشب تلميعه كده على بسيط خالص. هو بصوا يعني هو ما لحقش يتطرب يعني. احنا لسه كنا مشقلبين الشقه على فكره يا بنات. الفيديو ده انا كنت اصلا مصوراه قبل ما افرش الريسبشن والمطبخ. تمام. ولكن انا نزلت لكم الفيديو بتاع فرش الريسبشن والديكورات بتاعة المطبخ، علشان اللي حابب ياخد افكار وينفذها يلحق يعملها. تمام. ولكن طبعا الفيديو ده كان قبليه. فرشت السجادة يا بنات، والأوضة كده خلاص عندي بقت زي الفل اهي، ما فيهاش اي حاجة. ملمعين الحيطان بقى، وكنا مشقلبين الأوضة اصلا في التنظيف العميق. يا دوب كده تلميعة وفرشت وعلقت الستارة، والأوضة كده بقت شمعة. حطي بقى لايك وانزلي كده اكتبي لي كومنت قمر كده شبهك وبس. بس يا حبايبي، وبجد شكرا لدعمكم ليا في الفيديوهات اللي فاتت. بجد ربنا يخليكم ليا، بتشجعوني فعلا اللي انا اتشجع واصور وانزل فيديوهات. هنا يا بنات كان في غسيل كده على الحبل، يلا بقى ايه نلمه كده مع بعض. و في غسيل طبعا في الغساله، انا كنت مشغله، لا لسه اهو هشغل الغساله، لاني زي ما قلت لكم اللي انا شلت الدفايات، فهشغل عليها بقى ايه الغساله. بصوا كنت لسه بقى ما حطيتش الكفر الجديد وكده، فهتلاقوا بقى. وبصوا الرخام برضو ما كانش عليه بقى الديكورات بالرمضانيه وكده، لاني زي ما قلت لكم الفيديو ده كنت مصوراه قبل ما افرش. المهم بقى يا بنات شغلت الغسالة. واليوم ده بصراحة كنت محتارة أعمل أكل إيه. بصوا العلبة دي تقريبا كان فيها بواقي كرنبيت تقريبا يعني. بس كنت محتارة أعمل أكل إيه. المهم قعدت أنكش بقى كده في التلاجة، فلقيت عندي كده إيه حوالي كده نص كيلو بانيه. تمام. فهنعمل بقى وصفة حلوة قوي بجد وسريعة كده، وحاجة ايه تنجز معاكي في الايام اللي انت فيها دلوقتي. اكيد بقى كله بينفض وبينظف وبيفرش عشان رمضان. بجد كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، رمضان كريم عليكم يا رب، ورمضان خير يا رب. ده يا بنات البلح ده انا كنت بغسله كده، يعني في العادي رمضان مش رمضان البلح ده بيبقى عندي على طول كده بغسله بميه واحطه في مصفى للولاد. عارفين بجد مفيد جدا وبيديهم طاقه وكده. وهم رايحين جايين كده ايه ينقنقوا فيه كده، فاهمين. بس هنا كان عندي السفندي ده، معرفش كنت بقول لكم ان هو مش سفندي، ده اللي هو اسمه المندلين ده ولا ايه، اللي هو القشره بتاعته بتبقى ناعمه كده شويه. عندي في البيت برضو بيحبوه جدا، فلما بلاقيه في السوق بجيبه. بس يا بنات تعالوا بقى ايه نيجي للحوض. بصوا مواعين عايزة تترص، مواعين عايزة تتغسل، حفلة مواعين بجد. يعني ربنا يقوينا يا رب، ربنا يقوينا جميعا ويديمها نعمة بجد. والله العظيم نعمة، انتوا عارفين والله نعمة فعلا لما تلاقي البيت كده متكعبل، والبيت عايز يتنضف، والولاد مبهدلين البيت وانتي تنضفي. بجد دي نعمة، نعمة وجود ولادنا في حياتنا. ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم لينا ويقوينا على خدمتهم. بجد والله دي نعمة الحمد لله.
بجد يعني محدش يتزهق اني طول اليوم بقى واقفه على رجلي وعماله بغسل وبنشر وبروق وبتشتغلي وانتي متزهقه. لا، دي نعمه على فكره وفضل من عند ربنا، ان ربنا بيبقى مديكي صحه على قد الشغل اللي في البيت عندك. ونعمه برضو ان ربنا كرمك بولادك، بجد ربنا يخليهم ويكرمهم ويحفظهم كلهم يا رب، يخلي لنا اولادنا كلنا ويحفظهم. بجد نعمه من عند ربنا، ربنا يا رب يديمها علينا. المهم بقى يا بنات إيه فضيت بقى الصفايه دي، وهغسل بقى كل المواعين دي كده وهحطها تتصفى. المواعين اتغسلت زي ما قلت لكم، الفيديو ده بصوا بيجري عشان ما تزهقيش. بس يا بنات غسلت المواعين وهغسل بقى الرخام كده والحوض، وكل حاجة عندي بقت تمام وزي الفل. حطي بقى لايك للفيديو، ما تسرحيش مع الفيديو، واكتبي لي كومنت. ولو انت جديدة معايا لفي لفة بقى كده في القناة وقولي لي رأيك فيها. بجد في فيديوهات هتفيدك، في فيديوهات كنت منزلاها قبل كده تفريزات وتجديدات للريسبشن وزينة رمضان وأفكار لزينة رمضان. بجد يعني في فيديوهات حلوة قوي هتعجبك ان شاء الله. فخدي لفتك كده في القناة واكتبي لي رأيك فيها. غسلت الحوض يا بنات وغسلت الرخام، هبتدي بقى اشطف بقى كل الصابون ده كده وهنشف. طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض ان قبل ما تبدأي في الغدا لازم تكوني مفضيه الحوض والمطبخ يكون رايق كده حواليكي، بحيث ان انت تقفي تعملي الغدا والمطبخ يكون رايق. تمام، هتبقي واقفه كده وانت مرتاحه. كده خلاص يا بنات، كده كله عندي كده بقى تمام. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. اهي يا بنات دي نص كيلو كده بانيه. بجد انا بقالي فتره، بجد بقالي فتره كده كنت عامله مقاطعه للفراخ طبعا عشان غاليه جدا. وللامانه النص كيلو ده انا لقيته مستخبي كده في التلاجة، انا ما كنتش شارياه يا بنات. يعني لا، يعني انا كنت شارياه بس من فتره، فاهمين؟ فلقيته بقى مستخبي كده في الديب فريزر في وسط حاجات. فقلت يلا تعالى هنا بقى مش هعمله كله طبعا، انتوا عارفين. بصوا يعني النص كيلو اخدت نصه، يعني اخدت ربع كيلو بانيه. هقول لكم بقى دلوقتي هنعمل ايه. هنعمل وصفة سهلة ووصفة بسيطة. مش معنى اللي احنا عاملين مقاطعة بقى للفراخ وكلام من ده اللي احنا مش هنجيبها، لا انا فعلا ابتديت اجيب. ولكن يعني احنا لازم نجيب، لان احنا طبعا مش هنحرم ولادنا من البروتين. فاللي مثلا كان بيجيب مثلا الفراخ كان بيجيب 4 في الشهر، لا ممكن تجيب 2. اللي كان بيجيب 2 ممكن يجيب 1، ولكن مش هنقطعها خالص من البيت طبعا. وكذلك بقى طبعا البيض طبعا غالي جدا، وكنا عاملين مقاطعة وقعدنا فترة ما نجيبهوش، ولكن لا هنجيبه. واللي كان بيجيب مثلا كرتونتين في الشهر هيجيب كرتونة، اللي كان بيجيب كرتونة في الشهر لا يجيب نص كرتونة. انتوا فاهمين انا عايزة اقول ايه؟ ولكن لا مش يعني ما ينفعش بالذات، يعني لو عندك اطفال لو عندك شباب لا جسمهم محتاج البروتين. بس يا بنات ولكن البانيه اللي كان موجود لا ده كان عندي من فترة بصراحة. طلعت الغسيل من الغسالة يا بنات، الدفايات دي اللي غسلتها ونشرتها. تعالوا بقى ندخل كده على الوصفة على طول. زي ما قلت لكم ده يعتبر ربع كيلو بانيه مش نص كيلو، ده ربع كيلو. خلاص طبعا مغسول حلو قوي، وكنت نعاف ليمون وجنزبيل وكده ونضيف كده وزي الفل ومصفياه. انا اصلا قبل ما احطه في التلاجة كنت غسلاه. هقطعه بقى يا بنات كده قطع صغيرة كده مكعبات. اهو قطعته كده كله بالشكل ده، وجبت بصلايه بقى كده هفرمها. طول ما انتي شغاله في البيت وطول ما انتي يعني متزاوله بقى في التنفيض وفي التنظيف والكلام ده، حاولي كده تفتكسي كده اي وصفه كده تكون سهله وفي حله واحده. بصي انجزي حالك. حطيت يا بنات شويه زيت كده وهبتدي اشوح الفراخ. خلاص قطع الفراخ بتاعتي كده هشوحها كده في معلقتين زيت. حطيت معلقه بابريكا، فلفل اسود وملح.
خلاص ما زودتش البهارات خالص يا بنات، يا دوب كده شوحتها ونزلت ميتها وشربتها، وتلاقي الفراخ كده لونها ابيض. هنزل بالبصلايه وشوحتها، ورجعت بعد كده نزلت بفلفل الوان. كان عندي كده فلفل احمر وفلفل اخضر. تمام. دي يا بنات مكرونه اللي هي السوسته دي، هي اسمها كده، اسمها مكرونه سوسته. دي بحبها جدا هي والقواقع. فجبت كيسين كده، كيس 400 جرام يا بنات. فرحت نزلت بيه كده بعد ما الفراخ طبعا بتاعتي مع البصل والفلفل الالوان شوحتها كده شويه. نزلت بالمكرونه وهي نيه. خلاص المكرونه دي يا بنات مش مسلوقه. تمام. ودي يا بنات طماطم كنت مفرزاها، يعني عصير طماطم كنت مفرزاه في الفريزر، فنزلت بيها عليه. تمام. بعد ما شوحت بقى ايه المكرونه كده مع الفراخ والبصل، وهحط معلقتين صلصه بيور بتعزز اللون معاكي يعني في المكرونه. وبعد كده يا بنات هنزل بحوالي كده ايه، يا دوب كده اغطي المكرونه بالميه المغليه، وهظبط بقى الملح بتاعي، وهسيبها كده ايه تغلي غلوتين مع بعض. كان عندي يا بنات سمبوسك من قبلها بيوم، كنت عامله لهم سمبوسك محشي لحمه مفرومه. فكنت كان كتير يعني، فده ايه فضل فسيبته في الفريزر. تمام. لما بحب بعمل سمبوسك بعمل جزء ياكلوه في يوميها، والجزء الباقي بيفضل بحطه كده في الفريزر، واطلعه واحمره كده على طول. الزيت تحطي زيت، ما تحطيش زيت كتير يعني. والزيت يسخن هنزل كده بالسمبوسك، وبعد كده ايه هحمره كده بالشكل ده. قبلها بيوم كنت عامله سمبوسك، وكنت عامله جلاش وكفته. تمام. بس فالسمبوسك ده اللي كان فاضل، وكان كمان فاضل هتشوفوا برضو معايا دلوقتي، كان فاضل كده كام صباع كفته وكام قطعه كده جلاش. فالمهم طلعت بقى كل بواقي الاكل ده جنب المكرونه. والحمد لله ده كان يومنا النهارده في الغدا. بجد ربنا يديمها نعمه يا رب. تعالوا بس ايه شموا بقى كده ريحه المكرونه، بجد تحفه. انا يا دوب كده بسيبها تغلي، مش بحبها متشربه، لاني بحبها كده ايه بالصلصه بتاعتها كده، عارفين انتوا. بس هنا يا بنات الجلاش ده كان عندي قبلها بيوم. بصوا ابني واقف ايديه سابقه ايدي. بس يا حبيبي انا بصور ايه يعني، ماما صوري. بس المهم ايه حطيت بقى يا بنات كده كام قطعه الجلاش، وكان في كده كام واحده كفته، فهسخنهم في الميكروويف، احطهم ايه جنب الاكل. بصوا يا بنات بجد جربوها، حلوه جدا بربع بربع بانيه، والله العظيم. وطعمها بصوا ابني برضو بيشاركني، بصوا سخنه وحاجه كده ايه قمر بجد. وطبق اللفت بقى. وتعالوا بقى ايه نحط كده ايه، ايوه بلعي بلعي. وكده الجلاش عندي والكفته سخنت وده السمبوسك يا بنات. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبك. لو عجبك لايك واشتراك في القناه، لو مش مشتركه فعلي الجرس للكل علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.